يا مساء الخير، تعالوا نحل مشكلة الفراخ المشوية. بيقولوا لي بتطلع فيها زفرة او بتطلع مش طرية زي ما بنجيبها من بره. تعالوا نحل كل المشاكل دي بخطوة واحدة. لما تعمليها مش هيفرق معاكي ايه هي التتبيلة اللي انت حطاها. يعني انا النهاردة اصلا هعتمد على شوية بهارات بسيطة مش اكتر من كده. اول حاجة هعملها هي اني هنقع الفراخ طول الليل، يعني من 12 ل 24 ساعة. ومحلول النقع ده هو السر اللي بيخلي الفراخ لا فيها زفرة، بيخلي الملوحة وتطلع لحد العظم، يعني متملحة كويس طعمها باين، وبيخليها طرية جدا مهما كانت التتبيلة اللي انت هتستخدميها. الموضوع بسيط جدا، بحتاج فيه لتر من المية، ولكل لتر ميه هضيف له معلقه اكل ملح ومعلقه سكر. السكر بيدوبها دوبان، بيخلي الفراخ طريه فوق ما تتخيلوا. هضيف عصره ليمونه كده، وكمان شرايح ليمون، روزماري، ورق غار، شويه حبهان كده، ينسون اللي عندك، اي بهارات عندك صحيحه. وساعات انا بكتفي بس بالميه والملح والسكر والليمون. وهاخد عندي الفرخه بتاعتي مغسوله ومتنضفه كده كويس جدا كامله، هنقعها في المحلول ده زي ما قلت لكم من 12 ساعة لحد 24 ساعة ولحد 36 ساعة عادي جدا. المهم انها تكون متغطسة كويس في قلب المحلول ده، وادخلها التلاجة لحد بكرة 12 ساعة. شوفوا انسحب كل الدم اللي بيكون في العظم، بتكون الطعم خلاص. هي كده لو شويتيها على طول مع شويه فلفل اسود بيرفكت، مش محتاجه اكتر من كده، وبتطلع طريه جدا وواصله الملح لحد العظم. تاكلي فراخ بتحس بطعم لذيذ في كل قطعه. هشيلها دلوقتي من النقع ده كده، احطها في مصفى. باخد بس منديل كده وانشفها من اي ميه او رطوبه تكون فيها. انا زي ما قلت لكم شويه زيت زيتون كده هدهنها بيه، او زبده اذا تحبي، وشويه بهارات. انا هاخد هنا فلفل اسود، شويه حبهان، رشه ملح خفيف عشان يطلع الرطوبه من الجلد ويفضل مقرمش، وشويه بابريكا. هي اوريدي متملحه، بس هي البهارات دي مفيش اكتر من كده. وهغلفها بيهم كده من بره ومن جوه بالشكل ده. انا بحب اربط الرجل تاني بالاستيك اللي كان جاي معاها صراحة، بغسله واستخدمه مرة تانية. وبعدين انا هحطها في الشواية، ممكن تدخليها في الفرن على صينية عادي جدا اهي. بحب احط بس تحتها شوية مية تدي رطوبة وتخلي الصينية ما تتحرقش. هقفل عليها واخليها ساعة على حرارة 180. هحضر رز احمر بحب اقدمه معاها قوي، فهحط هنا زيت وبصل. خدت بصلة كبيرة كده مفرومة، توم مهروس، وهضيف عليها كمان شوية من البهارات الصحيحة، القرفة، ورق لورا، وليمونة سودا عشان يطلعوا لي كده النكهة معاهم. هضيف عليه دلوقتي الرز، هستخدم رز امريكي. هضيف تقريبا علبة من معجون الطماطم. انا بحب اضيف ملح وفلفل اسود، رشة صغيرة قرفة ناعمة، وكزبرة ناشفة كده معلقة صغيرة مليانة، وكمان شوية كمون. وبقلبهم كلهم كده مع بعض. انا بحب اضيف رشة سكر كده معاه تعطيني طعم موزون. ودلوقتي هضيف عليه المية، يغلي على نار خفيفة لحد ما يستوي. وكده جاهزة عندنا بعد ساعة. واو، شوفوا الرز كمان جاهز، شوفوا